بيبتدي الفيلم على جزيرة كده بعيدة وكل اللي عايشين عليها بيكونوا طيور وعايشين حياتهم زي الفل. وبنشوف ريد اللي هو الطائر اللي من اسمه باين ان هو احمر، بيكون شايل بيضة وعمال يجري بيها وعايز يلحق الميعاد عشان لو اتأخر هيتهزق ويفضل يقع وهو شايل البيضة وبيحاول ينقذها لحد ما بيقع بيها على غصن شجرة عشان يمسك فيه ويرميها في المية. برضو بيفضل شايل البيضة بعيد عن اي حاجة لحد ما بيوصل في الاخر لبيت الطائر اللي كان طالب البيضة دي، وبنعرف انها تورتة عيد ميلاد على شكل بيضة. لما بيشوفها اللي طالبها بيلاقيها مكسورة نصين وكمان وصلت متأخر بعد الحفلة ما خلصت، فبيقول لريد انا مش عايز حاجة من وشك. وهنا ريد بقى بيتعصب لانه اتبهدل بسبب البيضة دي، فبيقوم ريد ماسك التورتة وملبسها في وش الطائر وبيقول له عشان تبقى تقولي مش عايز حاجة مني تاني. لما بيجي ريد ماشي من المكان وهو متنرفز ومش شايف قدامه بيقع على بيضة حقيقية فبيكسرها وبيطلع منها كتكوت صغير. وهنا الطائر بيقول لريد انا هوديك في داهية عشان تبقى تعرف تكسر لي البيضة تاني. بيروحوا كلهم للمحكمة، بيفضل الكتكوت مصمم ان ريد عصبي، فبيوصل القاضي وبيقول له ريد انت شكلك مجنون وبتعمل لنا مشاكل كتير، عشان كده اتكل على الله وروح مركز تأهيل، هما هناك هيعالجوك من العصبية. وفعلا بيرجع ريد البيت عشان ياخد حاجته ويروح مركز اعادة التأهيل، وبيلاقي هناك الدكتورة اللي المفروض تعالجه اسمها ماتيلدا، ولما بتشوفه بترحب بيه وبتقوله تعالى ادخل معايا ده المكان هنا لطيف وهيعجبك. طبعا هو بيتنرفز وبيبقى مش طايق نفسه لحد ما تدخله ماتيلدا عشان تعرفه على زمايله. بيكون اول واحد فيهم هو تشاك وشكله اهبل كده ومش عارف يعمل حاجه، تاني واحد هو ترينسي وهو ضخم جدا ولو اتنرفز على حد هيزعله، اخر واحد بقى هو بوب وعمال يفجر قنابل كده لما بيتنرفز. وطبعا محدش فيهم بيبقى طايق التاني. ولما بتخلص الحصه التعريفيه دي بيقول تشيك لريد ايه رايك تيجي معانا النهارده، احنا رايحين حفله كده انت شكلك هتنفع فيها. بس بيقول لهم ريد لا انا مش عايز صداع عشان انا لازم اروح البيت. وفي الطريق للبيت بيشوف صوره نسر كبير متعلقه على الحيطه، ولما بيبص لها بيفتكر ان النسر ده كان اجمد واحد على الجزيره وكله بيفضل يطبله. وكمان ريد كمان بيعتبره البطل بتاعه لحد ما في يوم اختفى النسر ده ومحدش يعرف راح فين ولا هيرجع امتى. تاني يوم بيقوم ريد من النوم عشان يروح المركز، بتقول لهم ماتيلدا كل واحد يقول القصيده الرومانسيه اللي انا قلت عليها امبارح. فبيقول لها ريد انا ما كتبتش الهبل ده. وبيجي الدور على تشيك اللي بيبقى عامل لعبه كانها حبيبته وبيفضل يغني وهو متاثر قوي ومفيش حد من اللي قاعدين طايقه ولا عايز يسمع هو بيقول ايه. وفي نص الافوره دي بنسمع صوت غريب جاي من بره وكل الطيور بتجهز وتلبس لبس الحرب، وبيخرج ريد يشوف ايه اللي بيحصل، فبيلاقي مركب داخله عليه تفضل تقرب من الشاطئ لحد ما ترسى. نزل الهلب بتاعها على بيت ريد فبتتكسر قدامه وهو واقف على اخره بس مستني بيشوف مين الامور اللي عمل كده في بيته عشان يدمره. بيفضل واقف مستني من الخنزير اللي عمل كده في بيته لحد ما بيلاقي ده بيطلع خنزير بجد، ونشوفه نازل من على السلم من المركب وكل الطيور واقفه مستغربه ايه اللي رجع الخنازير تاني بعد ما بعدوا عننا. بينزل ليوناردو الخنزير الكبير ومعاه الخنزير الصغير وبيقول لاهل الجزيره كفايه صراعات وكلام فاضي، انا جاي النهارده عشان اتعرف عليكم، انا لا عايزه احارب ولا اعمل اي حاجه. بيتبسط كل الطيور بالكلام ده بعد ما كانوا فاكرين ان هتحصل كارثه، وبيقولهم ليوناردو انه هيعمل حفله كبيره عشان يحتفل بلم الشمل تاني من جديد. في نص الحفله دي بيكون كل الطيور ترقص وتغني وكله قاعد مبسوط الا ريد اللي بيفضل يقول لاصحابه يعني كله قاعد مبسوط وفرحان، يعني بيت انا بس اللي يتدمر، بس محدش قال لي انه هيساعدني ولا اي حاجه. لما بيشوفوا ليوناردو قاعد مش طايق نفسه بيقوله تعالى انا عندي ليك لعبه حلوه، بياخده وبيحطه في نبله كبيره وبيرميه عشان كل الطيور تضحك عليه وهما مش فاهمين حاجه. لما بيقع ريد بيلاقي نفسه قريب من المركب اللي ليوناردو نزل منها وبيجيله صاحبه تشيك عشان يطمن عليه. وهنا بيقول له ريد ما تيجي ندخل المركب دي ونشوف بتقول ايه، اصل دول خنازير واللي يأمن الخنزير يبقى حمار. فعلا بيدخلوا الاتنين المركب ويبقى فيه صناديق كتير بس مش فاهمين ايه ده ايه، بيدخلوا على حاجه كده بيتنططوا عليها وهنا بتتكسر ببوب وهو تقيل. لما بيقع بيلاقوا ان المركب مش فاضيه ولا حاجه وانها مليانه خنازير عشان يقول له انا كنت متاكد ان انت مش طيب ده خنزير. بيقول لاهل القريه نوقف الاحتفالات شويه عشان احنا بنتغفل، ده هو جايب مركب مليانه خنازير ومعاه صناديق شكلها مرعب وشكله كده مش جاي عشان ينظم حفلات ولا حاجه. طبعا الناس بتكون مبسوطه بالحفله وبيقولوا انت بس مقموص عشان بيتك اتكسر، انت طول عمرك مش طايق حياتك فاكيد الحفله مش على هواك. وبيعرف ليوناردو اللي بيحصل فبيفضل يتمسكن على الناس ويقول لهم انه طيب وان كل اللي هو عايزه ان الطيور والخنازير يرجعوا صحاب زي زمان، وبيضحك على الناس كلها. وبيقول لي ريد اخلع انت من الحفله انت مالكش مكان هنا. وبيرجع ريد عشان ينام في البيت اللي اتكسر عشان مفيش حيطه بتفضل انوار الحفله تدخل بيته ومش بيعرف ينام فيها وبيكون قلقان وقلبه مش مرتاح لقصه ليوناردو.
اللي لسه عمال يحكي للطيور قد ايه هو طيب ومش مصدق ان في حد يقول عليه ان هو عايز يقيس الطيور. تاني يوم بيصحى ريد عشان يروح المركز وهو مش طايق نفسه طبعا. بيلاقي هناك ماتيلدا عماله تغني وترسم ومبسوطه على الاخر. لما بيقول لها يا ريد هنعمل ايه النهارده، بتقول له عايزاك ترسم حاجات هديك وتبين مشاعرك الداخليه. فبيقول لها يا ريد بس كده، دي سهله خالص، ده انا هوريكي كل حاجه جوايا. بيفضل يرسم نفسه وهو عمال يعذب الخنازير ومطلع عينهم، وطبعا مش بيكون طايقهم عشان كسروا بيته وكمان بيضحكوا عليه ومحدش قادر يقفش. بعد كده بيروح لريد ليوناردو وبيقول له انا شايف عددكم عمال يزيد وانتوا هتفضلوا هنا لحد امتى؟ يا بخت منظره خفف، انا عارف ان انت خنزير ما تفهمش في الاصول بس انا بفهمك. بيفضل ليوناردو يخلع من السؤال ويتوه في الكلام لحد ما بيخلع من قدام ريد ويجمع ريد كل اصحابه اللي معاه في المركز ويقول لهم احنا لازم نراقب الوضع عشان اللي بيحصل ده عيب وحرام. الخنازير دي مش هتجيبها سليمه. بيتنكروا كلهم وبيشوفوا الخنازير شغالين الله ينور وعاملين يزودوا عددهم. وليوناردو عمال يحسب حاجه كده وعايز ينفذ خطته اللي هي سرقه البيت. بيقول لهم ريد احنا لازم نروح ندور على النسر العظيم اللي جنب النهر اللي بيقعد عنده عشان يرجع ينقذ الجزيرة، وده طبعا جامد وهينفعنا. بياخد معاه صحابه ويفضلوا طايرين وعمالين يطلعوا من مية ويدخلوا في صخور ويطلعوا من الصخور ويدخلوا في صحراء لحد ما بيوصلوا اخيرا للنهر اللي المفروض النسر موجود عنده. بيبص ريد من بعيد فبيقول لهم احنا لازم نروح له بسرعة. فاول ما بيشوفوه بيتصدموا لانه بيكون عاجز وطلع له كرش قدامه مش قادر يمشي. وبيقول له ريد انا مش بهاجم على حد دلوقتي، انا اعتزلت. بيبص ريد من المنظار فبيلاقي الخنازير عمال يحطوا قنابل حوالين الجزيرة وكل الطيور مشغولين بالاحتفال. وبيورد للناس اللي خلى عندك دم، تعالى دافع عن الجزيره بتاعتنا، انا كنت بعتبرك البطل بتاعي. لما بيلاقي الناس خلاص اعتزل ومش هيجي معاه بيقرر انه يرجع الجزيره مع اصحابه عشان ينقذوا اللي يقدروا عليه. لما بيرجعوا بيلاقوا الخنازير بيفجروا الجزيره وبيسرقوا كل البيوت. بيقول ريدلي تشيك روح انت وقف الحفله وفهم البهايم اللي هناك ان الخنازير غفلتنا وانا وبوب نحاول ننقذ اي حاجه. وفعلا بيطير تشيك عشان يوصل للحفله وبيفضل ينادي على الطيور اللي بيكونوا مشغولين بالحفله ومش سامعين اي حاجه. الناحيه التانية بيكون ريد وبوب بيحاولوا يعطلوا الخنازير وبينزلوا وراهم الميه عشان ياخدوا منهم البيت، بس الخنازير بيضربوا عليهم اسهم مولعه. وبيوصل اهل الجزيره اللي لسه طالعين من الحفله وبيتصدموا اول ما يشوفوا ان الخنازير عملته. بيروحوا ريد يقولوا له سامحنا انت عندك حق بس احنا اللي طلعنا خنازير. بيقول لهم ريد ده مش المهم، ان احنا لازم نرجع البيت بتاعنا تاني عشان ما ينفعش الخنازير تيجي تعلم علينا وتمشي. بيقول لكل الطيور احنا معاك، شوف انت عايز تعمل ايه واحنا هنعمله. فبيقول لهم اول حاجه انا عايز كله يطلع الغضب اللي جواه، الشغل الطري بتاع ماتيلدا ده مش هينفع معايا. وبيخلي ريد كل الطيور يجمعوا الصناديق الفاضيه اللي الخنازير سابتها عشان يعمل بها مركب. وبيقول لهم احنا هنروح جزيره الخنازير نحاربهم زي ما هم حاربونا. وفعلا بتطلع المركب بالطيور عليها لحد ما بتوصلوا لجزيره الخنازير. بس بيكون هناك مشكله كبيره اللي هي جزيره الخنازير متحوطه بسور عالي عشان محدش يقدر يوصل لهم ابدا. بيفضل كل الطيور واقفين بره يفكروا يعملوا ايه، انما الخنازير جوه بيكونوا ليوناردو مجمعهم عشان يحتفل ويلبس التاج بتاعه بعد ما بقى اول ملك للخنازير ويجيب البيض من غير حرب اصلا. الراجل راح عمل لهم موسم من الرياض هناك وعمل لهم حفله كده على السريع وخد البيض ومشي. ريد بيقول للطيور لازم نستخدم النبل عشان ندخل بيه قلعه الخنازير، وتفضل الطيور تجرب يمين وشمال لحد ما محدش منهم بيقدر يعدي المسافه كلها ويوصل للقلعه. فبيقول لهم ريد سيبوا دي الطلعه دي عليا، وبيدخل النبل وبيقول لصاحبه ارميني بس رميه قويه. الحمد لله المرة دي بيقدر ريد ان هو يوصل للقلعة وبيكسر الحيطة ويدخل المكان اللي فيه البيت. وهنا بيقرر بقى اصحابه ان هم يروحوا وراه، وبيكون نسر واقف فوق النهر وشايف قد ايه الطيور شجاعة مش زيه. بيقرر ان هو يستعيد الامجاد ويروح لهم طيران بس ما بيقدرش يوصل لحد ما بيقدر اخيرا ان هو يقدر يطير. وبيروح لريد واصحابه جوه القلعة بيقول لهم ريد احنا لازم نتجمع ونروح نسرق شبكة البيض دي ونهرب من الجزيرة. وبياخد النسر الشبكة قبل ما يعملوها بيض اومليت ويتغدوا بيها. بيطير النسر بيها ورا كل الخنازير بيحاولوا يرجعوا الشبكة تاني عشان ده عمال يشد شوية. بتتقطع الشبكة وبيقعوا منها البيض. بيقولوا النسر مش مهم دي بيضة واحدة انما باقي البيض معانا. بس بيقولهم ريد روحوا انتوا بالبيض اللي معاكم وانا هنزل اجيب اللي وقعت عشان انا مش هسيب بيضة ورايا ابدا. بيسيبهم ريد وبينزل على الارض عشان يجيب البيضة اللي وقعت. وبيشوفوا ان ليوناردو نزل وراها وعايز ياخد البيضة منه. بيفضل ريد يجري بين الخنازير لحد ما بياخد البيضة في اخر لحظة قبل ليوناردو. فبيقول له ريد مش انت عصبي وعلى طول بتطلع نار، مش انت واقف على الديناميت وانا هعمل واجب معاك واجب، هفجر الديناميت بيك عشان نعرف بعد كده ازاي تيجي هنا. بيروح ريد وراه وبياخد منه البيضه في اخر لحظه. وقبل ما بينفجر الديناميت بيستخبى تحت حله كبيره كانوا هيعملوا فيها البيض. فبيسيب الانفجار بيحصل وياخد كل الخنازير.
بيكون النسر وصل للطيور كلها ومعاه كل البيض، فيفضلوا يحتفلوا هما مبسوطين لان البيض اللي اتسرق منهم اترجع تاني. الا 2 كانوا زعلانين عشان البيضه بتاعتهم ضاعت في الانفجار. بتفضل كل الطيور زعلانه على ريد اللي ضحى بنفسه عشان يرجع البيض، برغم ان هما ما كانوش مصدقينه في الاول ومحدش كان عايز يقرب منه عشان عصبي. فكلهم واقفين زعلانين. بتتحرك الحله فبيطلع ريد من تحتها بعد ما استخبى بيهم من الانفجار، وبيكون معاه البيضه اللي كانت وقعت وبيطلع بيها ريد وتكون فيها اسد بسبب حراره الانفجار، وطلعت 3 كتاكيت كمان. بتفضل كل الطيور تحتفل بريد اللي بقى قائد ليهم، بيقولوا احنا عايزينك ترجع تعيش معانا تاني بلا مركز تأهيل بلا بتاع. بيرجع ريد الجزيرة وبيفضل ماشي. بيكتشف ان الطيور عاملين له مفاجأة وبنوا له بيت في نص القرية عشان كله يعدي عليه كل يوم، عشان هو بقى قائد بقى وأسطورة، مش احسن من النسر ابو كرش اللي منفعش في حاجه. بيروح ريد عشان يدخل فيه، بيقول لتشيكو وبوب بيقولوا احنا هنيجي نعيش معاك عشان نهديك شويه لما تيجي تتعصب. وبيعيش ريد في سلام هو وكل الجزيره بعد ما خلصوا من الخنازير. وبس كده بيكون خلص فيلمنا النهارده. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكوا كل جديد.